اهلا بيكم فيديو جديد، والفيديو الثاني او الثالث في سلسله او في كورس المونتاج لكاب كات. الناس اللي بتسالني على كاب كات البرو او المتعدل، فهعمل لكم فيديو على التليجرام، ما ينفعش انزله هنا. ازاي ان انت تحمل النسخه ديت وتشغلها عندك على الموبايل. دلوقتي نروح لموضوعنا النهارده، وهو تعديل الالوان في كاب كات. الفيديو اللي فات انا قلت لك ازاي ان انت تقطع الفيديو بتاعك. انت دلوقتي قطعت الفيديو بتاعك زي ما هو قصادك كده، ده الفيديو اللي هنشتغل عليه النهارده. انا جيت هنا وقطعت، تمام. فانا حابب ان انا اعدل الالوان. مهم جدا تعديل الالوان يا جدعان، لان ده اللي بيحسن الصوره، واللي برامج المونتاج قايمه عليها اصلا. فبتدوس على الفيديو اللي احنا محتاجين نعدل عليه، تمام. وبنيجي من تحت كده نشد لحد ما نوصل لادجست، تمام. ادجست ديت فيها شويه حاجات. طبعا مهم جدا ان انت تحفظ بس الاشكال لو انت ضعيف في الانجليزي شويتين ثلاثه، ولكن الموضوع بسيط. يعني اول واحد عندك ديت الاضاءه. لو انت حابب تزود اضاءه الفيديو، طبعا اول ثلاثه دول كبر دماغك منهم، لان واحده بتعمل اوتو من نفسها ولكن بتحرق لك الفيديو. تاني واحده كلر ماتش وكلر كوريكشن، دول كبر دماغك منهم، سيبك منهم. خلينا بس من اول ايه، اللي هي البرايتنس، اللي هي الاضاءه، تمام. لو جيت على الاضاءه ديت وزودت فيها شويه كده، ايه اللي هيحصل؟ الفيديو هيلسع منك، ولكن احنا بنظبط لحد ما الصوره تكون ناعمه معانا. فهنقلل لحد مثلا -3، كويس، لان الاضاءه مش عاليه عندي في الفيديو دوت، تمام. تاني حاجه جنبها الكونترست ديت، اللي هي الحده ممكن نقول، او التشبع شويتين ثلاثه. يعني بص، لو زقنا كده هتلاقي ان بيرسم اللون بتاع الشعر والدقن، وفاهم. فاحنا برضو هنسيبه زي ما هو، ده مظبوط، تمام. نيجي بقى على اكتر حاجه انا شايفها، هي ديت اللي بتغير شكل الفيديو، اللي السيتوريشن. لو زودنا شويه كده هتلاقي فيه تشبع بيبدا يحصل، ولكن ما تزودش كتير. يعني خليك مثلا على 5 6 7 8، طبعا على حسب الفيديو اللي معاك. حلو. لو جينا على اللي جنبها على طول، دي بقى خدها تركايه مني كده، قللها على طول. زود في اللي قبلها وقلل في ديت. فهنخليها مثلا سالب ايه، -10. عايز تقلل كمان، بص لو نزلنا كمان اللي هيحصل تشبع في الصورة. الألوان هتبدأ تظبط، سواء وشي أو الخلفية، الألوان بتاعة الحيط اللي ورايا، الحاجات دي كلها بتظبط، تمام. الشاربن برضو بتزودها سنة، اللي هو تظبطها. لما بتدوس على HSL بيجيب لك الألوان بتاعتك. يعني لو اللون الأورنج لون وشي زايد شويتين ثلاثة، باجي على السيتوريشن وبنزلها، بقللها، بخليها بالسالب مثلا 3 4 5 لحد ما الصورة تكون طبيعية. طب انا مثلا حاسس ان اللون بتاع الحيط دوت زايد، او عايز ازوده شويه، فباجي برضو على بدوس على اللون من فوق، بحدد عليه، وباجي على الساتوريشن برضو وبزود. فتبص هتلاقي اللون ورايا بيتغير، بص واخد بالك. فدي مهمه جدا لو انت حابب ان انت تظبط الالوان بتاعت كل لون في الفيديو بتاعك، تمام. الحاجات اللي موجوده قدامك ديت تمام، ولكن مش وقتها. انا شايف ان ده الاساسيات بتاعه المونتاج يا جدعان، وانت كحد لسه بتبدا فده المهم بالنسبه لك. فده بالنسبه لموضوع الالوان. طب انت عملت جزء من الفيديو، الجزء الثاني هتلاقيه لسه زي ما هو. فبتيجي برضو على الجزء اللي احنا عملناه، تمام. وبنيجي على الادجاست، بندوس عليها تاني، وبندوس على ابلاي تو اول. هتلاقي كل النسخ اللي موجوده معاك في الفيديو كلها بقت بنفس درجة الألوان اللي احنا عملناها في الجزء الأولاني. بس موضوع بسيط وسهل. وده الجزء بتاع النهارده يا جدعان. طبعا أنا ما عملتش، طبعا هو ما عملش، فهندوس تاني أبلاي تو أول. قال لك أبلاي تو أول كليبس، كده اتعمل كل الكليبات. بص أهو، كله اتعمل، ده اتعمل وده اتعمل، كله شغال كده. بس طب انت عندك فيديو مختلف عن التاني، فانت كده مضطر تعمل الوان كل فيديو لوحدها، عشان ما ينفعش فيديو يكون فيه اضاءه عاليه وفيديو فيه اضاءه واطيه وتعملهم نفس الدرجه. يا رب الموضوع يكون بسيط. بس كده مش هطول عليك اكتر من كده، واشوفك في حاجه تانية هنتعلمها مع بعض. لو الموضوع شغال معاك وجايب معاك نتيجه، هو يسيب لي رايك في الكومنتات. ولو حابب اتكلم عن حاجه معينه هتكلم عليها، ولكن خلينا ماشيين بالتدريج كده لحد ما نختم الموضوع او اساسيات الابلكيشن. وبعد كده نبدا ان احنا ندي اللمسات بتاعت باقي الناس اللي شغاله، والناس واحده واحده. ما تستعجلش، وخد الامور بصبر. الصبر والاستمراريه اساس النجاح في اي حاجه، صاحبي. بس كده،
سلام.